هذا من فضل ربي، اللهم لك الحمد والشكر. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بكل صراحه هاد اللاعبين رغم ضيق الوقت اللي جوه هزنا فيه، ولكن لاعبين اللي خدموا بواحد الاخلاص كبير، بواحد الروح ديال الوطنيه كبيره، كانوا عارفين شنو باغيين من اول يوم ومشاو معنا الحمد لله، تاقوا مشاو معنا في داك الشيء اللي باغيين، وكانت واحد الروح جميله. انا كنامن بان الاخلاص في العمل، الاحترافيه في العمل، الجديه في العمل، احترام القميص اللي كيتلبس يفوق لي كاليتي تكنيكو تاكتيك. مع استعداد منتخبنا الوطني لكأس افريقيا، تعال ناخد جوله لمنتخب مصر كده، وايه اللي تستناه من المنتخب ده في ظل الاحداث المتتابعه. بقول لك ايه، كفايه مقدمات لحد كده ويلا نبدا. هو بسم الله الرحمن الرحيم كده منتخب الاتحاد مش عاوز حسام حسن ومستنيين له على غلطه، والاتحاد حاول كمان ينصب له كمين، بس حسام حسن كان قاري المشهد كله وما رضيش يلعب البطوله العربيه عشان يركز على البطوله الاهم افريقيا، حلم التامنه لمنتخب مصر. انت بقى كمتابع في ظل حقل الالغام اللي فيه حسام حسن، انت بقى مستني ايه من المنتخب؟ هنصعد من المجموعات؟ هنصعد، بس مش شرط كمان اننا نصعد مرتاحين، بس هنصعد. طب ماذا بعد؟ ولا اي حاجه. السيناريو من اتنين، يا اما نقابل منتخب متوسط بس بيلعب كره حقيقيه وساعتها نودع البطوله. ايوه بالظبط، هو سيناريو البطوله اللي فاتت لما خرجنا من الكونغو الديمقراطيه، او نفضل نكلح على باقي الفرق لحد ما بالدعاء والسجده ونيه الانتصار نلاقي نفسنا اتسحبنا وصلنا للنهائي او حتى نص النهائي. بالظبط هو سيناريو البطوله مع كوبر 2017 وبطوله 2022 مع كيروش. سامعك كان مستني صلاح يرفع كاس افريقيا. تعالى بس يا عم صل على النبي، احنا مش بنتكلم في شيء اعجازي، لا خالص، وارد جدا ان المنتخب كمان يرفع البطوله الثامنه، بس في دليل على الكلام ده؟ يعني احنا عملنا ايه عشان نوصل للنقطه دي؟ او ايه الاساس او المشروع اللي اشتغلنا عليه عشان يكون الحصاد والنتيجه الطبيعيه هو اننا نكسب افريقيا؟ ما هو بالعقل برضو يا صاحبي، يبقى لما نخرج من البطوله على اي اساس نمشي حسام حسن؟ وانا هنا مش بدافع عنه، بص هقول لك من وجهه نظري انه مش احسن مدرب كان بيدرب المنتخب، وشايف انه مدرب محدود جدا، ومع اي فريق عنده اساسيات كوره بيعاني قدامه زي ماتشات اوزبكستان والراس الاخضر كده، مع العلم انه مش ذنبه انه في لعيبه ناقصه الاساسيات، ولكن اللي ذنبه انه بيعك في التشكيل زي ما كان بيلعب بقلب دفاع واحد والظاهرين بيلعبوا مساكين. بس بغض النظر عن الامور الفنيه، من الاخر حسام حسن هياخد دوره ونخش على اللي بعده. طب يا ترى هو مين اللي بعده حسام حسن؟ الله اعلم. هل هيلعب كوره؟ مش باين، بس برضه الله اعلم. طب هل لو مدرب اجنبي هيلاعبنا كوره جميله؟ برضه هرجع واقول لك الله اعلم. طب هل الانسب هو مدرب وطني؟ والله الله اعلم، صدقني ما اعرفش، وهي ديت المشكله، انك مش عارف منين بيودي على فين، مش عارف مين مع مين. طول ما انت ماشي بسياسه ومبدا الله اعلم، نصيحه مني ما تستناش نتيجه مرضيه. طب ليه؟ عشان الله اعلم، لكن اللي اعرفه ان 1 زائد 1 بيساوي 2، وطول ما معطيات المعادله مرضيه النتيجه هتكون كذلك، لان ببساطه كل اللي احنا فيه ده جزائنا، والجزاء من جنس العمل، واحنا بنحصد اللي زرعناه، اللي هو ايه؟ ولا حاجه. احنا حرفيا ما زرعناش اي حاجه، زرعنا رئيسين في مركب واحده ومستنيينها تمشي زي ما قال الكتاب، زرعنا دوري استثماري ومستنيين انديه الشعب والاحياء الشعبيه تنافس، زرعنا دوري عاوز يتشفر، وزرعنا فلوس بتتصرف غلط، بدل ما تروح في ايد الناس الفاهمين والمتعلمين حطيناها في ايد اللعيبه، بقى اللاعب ابو مليون بقى يطلب 50 مليون. انت بجد عاوز تكسب افريقيا؟ اتمنى والله، بس بجد الله اعلم. بس اللي طالبه منك ان بعد المنتخب ما يخرج ما تمسكش في محمد صلاح بحجه انه متخاذل، لان لو واخد بالك محمد صلاح مش همه تطوير الكوره المصريه. ما تمسكش في النقطه البيضاء وسط العتمه بحجه التخاذل، لان صلاح اكتر واحد نفسه يحقق افريقيا كمجد شخصي على الاقل. السؤال هنا، هل بعد كل ده النتيجه الطبيعيه انك تكسب افريقيا؟ بجد الله اعلم.